يا دكتور، احنا الفترة الأخيرة بنسمع كتير قوي كلمة انسولين ريزيستنس أو مقاومة انسولين، بس مش قادرين نجمع معلومات ولا قادرين نفهم يعني ايه. ممكن تشرح لنا ببساطة يعني ايه مقاومة انسولين وايه اللي بيحصل في جسمنا عشان نقدر نعرف ان احنا فعلا عندنا المرض ده ولا لا؟ ببساطة شديدة، مقاومة الانسولين أو الانسولين ريزيستنس هو مرض بينشأ نتيجة لايف ستايل غير نشط مع استهلاك كمية من السعرات الحرارية أزيد من الاحتياج اليومي للإنسان الطبيعي. خليني اشرح لكم بشكل مبسط يعني ايه انسولين ريزيستنس او ما يسمى بمقاومه الانسولين، وبيحصل في جسمنا ازاي. مع الاستمرار في اكل السكريات او النشويات البسيطه بشكل مفرط بتتحلل في جسمنا وبتعلي سكر الدم، وده بيحفز افراز هرمون الانسولين من البنكرياس. الانسولين ده وظيفته بالظبط في جسمنا زي وظيفه ساعي البريد اللي بياخد السكر الزياده الموجود في الدم بيوصله للخلايا عشان تستخدمه كمصدر للطاقه. ساعي البريد ده بيبقى معاه مفتاح بيقدر يفتح بيه بوابات الخلايا عشان يقدر يدخلها السكر فتقدر تستخدمه كمصدر للطاقة، وده بيبقى في الحالات الطبيعية. لكن اللي بيحصل في مقاومة الأنسولين غير كده خالص. اللي بيحصل إن المفتاح اللي مع سعي البريد ده بيفقد كفاءته وما بيقدرش يفتح بوابات الخلايا اللي هي اسمها انسولين ريسبتورز أو مستقبلات الأنسولين، فبيفضل سكر الدم عالي وبيفضل يحفز البنكرياس لإفراز أنسولين أكتر، ومع الوقت ده بيرهق البنكرياس بشكل كبير جدا. ومع الوقت الريسبتورز دي بتفقد حساسيتها للانسولين وبيحصل ما يسمى بالانسولين ريزيستنس او مقاومه الانسولين.